حبايبي عاملين ايه؟ احنا معانا كمية سمك النهاردة هتبقى تحفة من ايديكم ان شاء الله. هتعملوها بنفس الطريقة دي ونفس التتبيلة، وان شاء الله هتطلع احسن من اللي انا عاملاها مليون مرة. شفت الحلاوة والجمال والطعمة؟ شفت حلاوة احسن من كده؟ لا، احنا مفيش حد حلو زينا ولا بيعرف يعمل اي حاجة حلوة زينا. انتوا اشطر مني بكتير واحسن مني بكتير. تعالوا بقى نخش على المقادير ونشوف احنا هنعمل ايه. مقادير سهلة وبسيطة خالص، مفيش اسهل من كده. حبيتين طماطم، حبيتين ليمون، شوية شبت على كزبرة، شوية توم، شوية فلفل أخضر، وهنضرب ده كله في قلب الخلاط بالطريقة دي. عايزة تحطي شطة بتاعتك سبايسي ماشي، ما انتش عايزة التملحة بتاع السمك حارة، ما تحطيهوش سبايسي خالص، خليه بس فلفل وخلاص وملح وتوم وليمون. وانا بضرب الملح اهو قدامكم في الخلاط، وهاجي احط البهارات كلها قدامكم دلوقتي. انا على فكرة انا ما حطيتش التوم في المرحلة دي، بس هتيجوا تلاقوني ضربت كمان شفشة اهو، واحط فيه شوية مية واحط فيه التوم برضه بالطريقة اللي انا عملتها دي. كل البهارات اللي عندِك حطيها للسمك، بس أهم حاجة في السمك الفلفل الأسمر والكمون والكزبرة الناشفة. أمّا الإضافات التانية دي كلّها أنا باضيفها من عندي، اللي هو التوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم، ده إضافات تانية من عندي خالص، لو موجودة عندِك حطيها، لو مش موجودة استكفي بالكمون والكزبرة. وكده كده حاطين شبت وكزبرة برضه مع الضرب وإحنا بنضربه في الخلاط. وهتقلبي كل التملحة بتاعتِك دي كده، وهنطلع فوق على السطح عشان هنولع الفرن القش، وهنشوي السمك ده كله في فرن القش. انا بقول لكم انا ما حطيتش التوم، كنت نسيته، والورق اللوري ده جيت خدت شويه تملح كده من اللي انا عملتهم، وقلت لازم أنا اعمل كل حاجه قدامكم خطوه بخطوه عشان تشوفوا كل حاجه. ضربتهم تاني في الخلاط وجيت حطيتهم قدامكم اهو. يعني انا زدت الاضافه ايه، شويه توم حلوين على قد كميه السمك اللي عندك، تبع كميه السمك بقى. انا حطيت شويه كتار عشان معايا كانوا دول حوالي 9 كيلو سمك ولا حاجه. فالوقت بقى هنشوف احنا هنعمل، هنولع الفرن اهو، وطلعنا على السطح وهنعمل مع بعض. شفت السمكة دي؟ السمكة دي اسمها بطاطا ايه بقى؟ معرفش. احنا كده طلعنا على السطح اهوت، وولعنا الفرن بعد ما غسلنا السمك كويس جدا، وتغسلي نغششه من الطين وكل حاجه. والسمكه اللي انا بوريها لكم دي يا جماعه سمكه تحفه، تحفه في القليه والشويه وكل حاجه. يعني انت لو لقيتها في السوق هاتيها وانت قلبك مطمن، ان شاء الله هتطلع معاكي بنتيجه هترضيكي باذن الله. يعني هي سمكه جميله جدا وكلها اللحمه بتاعتها تلاقيها بيضه وحلوه كده. بس اهم حاجه في السمكه دي ان انت تنشفيها حلو في الفرن وعلى نار هاديه. لو علّيتِ لها النار، دي معلومة بادّيها لِك، لو علّيتِ النار للسمكة دي بالذات عشان هي سمينة، يعني شوفي الفرن والع إزاي منها، يعني السُمُونية بتاعتها أكتر من سُمُونية البوري كمان. شوفي أنتِ بتهدّي النار على البوري إزاي لغاية ما ينشف، هدّي النار على ديّة أمَرّ من البوري كمان. وتسيبيها كده براحتها في الفرن، وتقلّبيها يمين وشمال على نار هادية خالص، لإن ما تطلّعيش السمكة طرية ونيّة منِّك، مش هتدّيكِ أفضل طريقة يعني. أو هتطلع فيها بمعنى أصح يبقى فيها دم وكلنا نقرف منها لا قدر الله، ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا. شوفوا سمونية السمكة حلوة إزاي، مخلية الفرن كله والع. إحنا مش هنحط المطرحة بقى كده وإن إحنا نقعد جنبها لغاية ما تستوي، لأ إحنا لازم نشغّل نفسنا والفرن بتاعنا يكون مليان كده بالخير. شُفتوا الفراخ بتاعتنا كانت جاية جنبي قاعدة أهشّهم مش راضيين يتهشّوا، طب خدوا كلوا مش راضيين ياخدوا ياكلوا، قُلت لهم طب خلاص ابعدوا بعيد عني بقى عشان أعرف أشوف شغل. السمكة بتاعتي شوفي أنا شديتها قدّام إزاي عشان تتلدّن في الفرن وتاخد سِوَى على الهادي، وزرقت وحطيت الشبار وراها تاني. يعني أنا شغّالة الفرن بتاعي بسم الله ما شاء الله واسع جدًا وبياخد سمك كتير أوي. يعني أنتِ دايمًا شغّلي نفسِك كده، مش تحطّي سمكتين يعني كيلو سمك كده وتقعدي مثلًا وتلدّني فيه يمين وشمال، لأ هاتيه الناحية دي وازرقي غيره جوّه، طالما النار جوّه حامية هتطلّع لِك الشبار ده معاكِ بسرعة. وده يتلدّن برضه على مهله الناحية دي. شُفتوا الفرن بتاعنا اللي أنا صورته لكم هو جديد، اتكسّر أهو يا اتكسّر. بس هُم الجماعة عندنا سلايفي يعني عملوا له إعادة تدوير. أي حاجة عندنا هُم بسم الله ما شاء الله بيعملوا لهم إعادة تدوير على طول، ما بيضيّعوش وقت. جابوا كده البتاع الأبيض ده اسمه إيه، جير أو جبس، هو اسمه جبس. جابوا جبس وعملوه كده من فوق، قالوا ده بقى النار مش هتاكله بعد كده وهتشتغلوا فيه وهيبقى كويس. هُم شُطّار أوي بيعملوا إعادة تدوير لكل حاجة، ربنا يحميهم يا رب.
السمكة دي بقى عشان تعرفي إن هي لسه فيها دم أو نشفت، هتجيبي خلة، هتجيبي حتة عصاية من جنبِك، حتة خشبة تكون نضيفة وتغرزيها فيها كده، لقيتيها طلعت ناشفة خالص ما فيش فيها دم زيها زي البوري كده، يبقى هي كده خلاص استوت. عايزة تحوشي حتة من النغشوش زي ما أنا حُشت كده عشان تتأكدي برضه إذا كانت استوت أو لسه، تعملي بنفس الطريقة اللي أنتِ شُفتيني باعمل فيها كده. هتصفّي الأول سمكِك في مصفى بالطريقة دي، هتجيبي وعاية وتحطي المصفى فوقها وتصفّي السمك كده. طيب السمك ده كلّه لإيه يا هناء، هو أنتم يعني قد إيه علشان تجيبي السمك ده كلّه بسم الله ما شاء الله بألف هنا وصحة طالع أوردرات، وهارُصّه معاكم دلوقتي علشان ده كلّه طالع أوردرات. يعني إحنا دلوقتي ده يوم الجمعة عندنا يا جماعة، يوم الجمعة بيبقى يوم السمك، يوم السمك العالمي، بتبقى البلد كلّها بأكملها جايبة سمك بمعنى أصح يعني. ده إن شاء الله أوردرات يوم الجمعة عندنا. دايمًا اللي طالب order بيبقى معظمه سمك يعني، فكمية السمك ده كلّها بألف هنا وصحة طالعة للأوردرات. هتلاقوني دلوقتي باحُش السمك من المصفى أرُصّه في حاجة تانية وأرجع أشيل بابقى عشان أعرف يعني إيه ده بتاع مين وده بتاع مين. وده كان سمك صغير كده بس كانت سمكة جميلة أوي برضه، بألف هنا وصحة يا رب للي كلها. فشويتها معاكم على السريع كده، ما رضيتش إن أنا إيه أصورها وأنا بارصّها وكده، بس قُلت أمّا أجيبها لكم عشان تشوفوها. دايمًا خلّي معاكِ شبت وكزبرة عند الفرن، حتى لو أنتِ مش هتطلّعي أوردرات وتعملي زي ما أنا باعمل كده، أمّا ترشّي رشة شبت وكزبرة على السمك بعد ما يتشوى بيخلّي الريحة والطعم ممتاز. طَب أنا حاطة في التتبيلة في التمليحة اللي أنا عاملاها ما أنا حاطة، وإيه يعني مش مشكلة، كل أمّا تطعّمي أكلتِك كل ما تبقى ريحتها مالية الدنيا، كل ما تبقى ريحتها حلوة والناس كلّها تعرف إن أنتِ نضيفة في أكلِك وييجوا ياكلوا عندِك قولي بقى أنا مش هاخلّيها حلو عشان الناس ما تجيش تاكل عندي، يا ستي ربنا يجعله مفتوح بحسكم يا رب وبالخير دايمًا اللهم آمين إحنا وأنتم المسلمين. شُفتوا الفراخ أنا آخر ما زهقت قُلت لهم خدوا الصينية بحالها عندكم بقى أنا ما عُدتش محتاجاها، قعدوا ياكلوا فيها كده لغاية خلّصوها. وهنرُص الشبار بتاعنا برضه بالطريقة ديّة. ويا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم اعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا له زر الجرس عشان أكبر بكم إن شاء الله. وأنا لسه شغالة ده تلدين يعني بلدن السمكتين دولت عشان كانوا الآخر كده سبتهم شوية بس أنا يعتبر خلصت دلوقتي. بس بالله عليكم يا جماعة اعملوا له لايك كتير 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 وشيروا لي الفيديو علشان يوصل ل1,000,000 مشترك ومتابع وقناتي تكبر بكم إن شاء الله ونكون مع بعض في الخير دايما. فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة باي.